ابو دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محبوسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا ايه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. اسم حضرتك ايه؟ انور عبد الرشيد عطيه من محافظه المنيا الصعيد. انت ايه اللي جابك من انا المنيا هنا؟ والله انا جاي سعادتك بدور على شغل، يعني هنا شغال في مزرعه فراخ. انا دبلوم 84 يعني دي بتاع المنيا ما فيهاش شغل. ما فيش شغل سعادتك، ليه؟ ما فيش مصانع زي هنا. مش الاحوال الحمد لله كويسه؟ هو عامه المنطقه بتاعت الصعيد بتاعتنا مقتوله دلوقتي. احنا ربنا كرمنا بسياده الرئيس محمد مرسي. المفروض يراعي الناس اللي زي حالاتنا احنا، الناس الفقراء اللي يعني مثلا يعمل لنا معاش، يعني يعمل لنا اي حاجه كده للمستقبل، يعني عشان احنا ناس كبرنا مثلا. طيب يعني المفروض ان انت تصبروا عليه شويه. طب ما احنا دينا صابرين والحمد لله ان احنا صابرين على كده. يعني طيب بس احنا عاوزين برضه يعني مع الصبر بتاعنا ان هو يكرمنا ويبص الناس الغلابه اللي زي حالاتنا احنا كده. يعني انت عايز بس كده يعني يعمل لنا مثلا تراعيني راجل رعيت قراطين. تراعيني قراط رعيت قراطين. فين القراط اللي انت رعيته؟ والله لا رعاد. فين القراط بتاعك؟ احنا كفايه ان احنا ادينا صوتنا وقفنا معاه. ده القراط اللي انت اديته له. هو ده قراط ايه؟ ما ادانيش حاجه لسه خالص والله. يا راجل دور في جيبك هتلاقي. والله لا الحمد لله على الحميد المجيد، يعني الحمد لله. اسمك ايه؟ عماد عبد الغفار. شغال ايه يا استاذ عماد؟ محاسب. منين بقى؟ من المنوفيه. وايه وجاي اسكندريه هنا والمنتزه؟ يعني بتفسح الاولاد بقى وكده؟ بنغير جو شويه. ربنا يوفقك. الله يخليك يا باشا. حضرتك متجوز طبعا؟ متجوز. متجوز 2؟ لا واحده بس. واحده بس. طب والثانيه؟ بندور. يعني الثانيه دي يعني ايه، بتحضرها يعني ولا ايه؟ لا المدام واختك. اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. اهلا كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. حضرتك طيب قول لي بقى حضرتك ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي في البلد؟ الوضع ايه بعد سنه؟ والله الوضع غامض. ايه اللي غمضه؟ والله ما اعرفش، احنا في اتجاهات مختلفه كتير ما بين الناس هنا. في ناس انت محرج تتكلم ولا ايه؟ يعني لا اتكلم. بص هقول لك حاجه، افرض انت راجل شايف حاجه معينه وصالحه للبلد، قولها بلا خوف، والله الوضع غامض. ايه اللي غمض؟ انت محرج تتكلم ولا ايه؟ يعني من ناحيه احنا محتاجين صبر شويه على الرئيس. ايوه قول بقى اللي انت عايزه. محتاجين صبر شويه على الرئيس. مش كده؟ في ناس كتيره الكل بيهاجم دلوقتي وكل زعلان من الرئاسه وزعلان من الاخوان. بس برضو احنا محتاجين صبر شويه. طبعا يعني كفايه ان هو السنه فاتت وما حصلش حاجه، فمحتاجين صبر شويه. انا عايزك تصبر كده ان شاء الله، بعد ال4 سنين ما يخلصوا هيجي حد تاني وتصبر معاه كمان برضه 4 سنين. يكون احنا بقى اتكلنا على الله. شوف يعني ربنا. طب احنا يعني خلي طب احنا دلوقتي عاوزين نستفاد من الثوره. هو يا عمي هو مش الصبر ايه؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. الناس دي نيتها ايه وهي بتشتغل؟ الاخوان بيعملوا نيتهم وحشه ولا حلوه؟ لا نيتهم الله اعلم بالنيه. لا يا حرام عليك، انت ما تعلمش بالنيه سعادتك. هم مش قالوا لك الغلابه لا المشاركه؟ ماشي. عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. ازاي؟ ايه اللي عملوه؟ مش غلبوا؟ والله العظيم هم مدين فرصه لحد. طب دقيقه بس. مش قالوا كده يا راجل؟ طب سعادتك دقيقه. الصبر ايه؟ شوف يعني ربنا. يعني عملوا ايه؟ مش غلبوا؟ والله من ساعه ما قامت الثوره ديت وهي ثوره فاشله. الثوره فاشله؟ ثوره فاشله ايوه سعادتك. ليه مش ما عملش اي حاجه سعادتك؟ الاخوان مسكوا بقى خلاص. فين الاخوان اللي مسكوا؟ هي اتبهدلت، كل حاجه اتبهدلت يا سعاده الباشا. يا عم الاخوان مش الاول من الاخوان قلنا ربنا هيكرمنا وجوز الحمام هيبقى 3 فرق. الحمد لله. صح؟ يبقى 5 فرادي و3 فرادي. انت بتدور على الجوز مش لاقيه ولا فرده. مفيش حد هيجي هيبقى كل الناس مجمعه عليه. او فكر حضرتك مش كان بيا وقال دايما ان الرئيس مسؤول عن كل المشاكل اللي بتحصل؟ مش كان يتقال؟ حتى لو كانت في دابه في العراق. نعم. فين الدابه بتاعت العراق؟ فين الدابه اللي حصل لها او عوده فميه؟ فين الدابه؟ مش في دابه في العراق؟ وريني الدابه. في مشاكل كتير في البلد، بس هو مش هيشتغل لوحده. مش هيشتغل بدون ما الناس كلها عامله بالهجوم اللي هو حصل على الرئيس ده مش هيقدر يشتغل لوحده، لا هو ولا غيره. طب احنا مستعدين. لا هو ولا غيره. احنا مستعدين نستنى وبس. في وعود، مش في وعود اتقالت وما حصلتش. انت حصل طبعا. إيه؟ عماد برضو عماد. مفيش فايده. طيب
وعد صادق. يا عماد افهم لي، هو مش كان في وعود وفي عقد بينه وبين الشعب قالوا قبل الانتخابات؟ حصل منها حاجه بذمتك يا عماد يا اخو وحياه مراتك واختك؟ لا في حاجات كتيره طبعا هو مقصرين فيها، مش كده؟ وفي حاجات غلط، بس هو فين 200 مليار يا عماد اللي توعد؟ فين 200 مليار؟ ما تتكلم يا عماد، اذا كنت انت بتتكلم فين 200 مليار اللي قالهم يا عماد؟ فين 200 مليار؟ كل حاجه بالصبر ان شاء الله هتتحقق. طب كل حاجه بالصبر. طب كان جت 2 3 4 مليار من 200 لا موجود طبعا، موجود طبعا. احنا رحنا شحتنا يا عماد واحنا خدنا 200 مليار من حته طول. فين الدبه بتاعت العراق؟ في 50 دبه بتحصل هنا وبتقع وبتتنقل على عينها والشعب بيتدقلج على عينه ومحدش يتحرك. ينفع ده؟ ينفع؟ لا الفقر انت ربنا بيديك يا عماد. الحمد لله الحمد لله وربنا يزيدك يا رب. لكن في ناس غلابه مش قادره تاكل. حصل طبعا عماد برضه مش في وعود اتقالت وما حصلتش. فين 200 مليار؟ لا هو ولا غيره. احنا اللي محتاجين انه بنقول الصبر مش على مرسي، الصبر على مصر. الصبر على مصر. الصبر على مصر يعني وعشان مصر. يعني نصبر 3 سنين كمان ان شاء الله، ما فيش حل غير كده. طب افرض البلد، لان الرئيس مش هيتنحى، الرئيس مش هيسيب الحكم. ليه بقى؟ هو مش هيسيب الحكم. ليه بقى؟ ده اللي انا شايفه. انت شايف؟ ده اللي انا شايفه. في اصرار. انت من الاخوان ولا ايه بالظبط؟ لا والله ما انا من الاخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك ايه؟ اسمي صفيه امين. ام احمد. ام احمد يا حاجه. أيوة. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ ام محمد. ام محمد وام احمد. ما شاء الله، ربنا يا رب كده يخلي لكم الاولاد وكل حاجه. انت ايه رايك في اللي بيحصل بقى يا ام محمد؟ اللي بيحصل ام احمد. ايه رايك يا ام محمد؟ يا ام انت ام محمد؟ انا ام محمد. وحضرتك ام احمد؟ ام احمد. أيوة. وده مين بقى؟ دي بنت ابني ملك. دي ام مين؟ دي ملك بنت ابني. يعني لسه ما خلفتش؟ لا دي بنت ابني. دي بنت ابنك. أيوة. يعني أيوة. لسه ما اتجوزتش. أيوة. يعني الحمد لله. انتوا ايه رايكم يا جماعه في الست اللي اتضربت قدام مقر الاخوان من الراجل اللي ضربها بتاع الاخوان ده؟ لو انا منها كنت جبته كده بالشبشب، ضربته في ميدان عام وكنت موته بالشبشب على دماغه. ايوه يعني مش سهله ان بني ادم يضرب واحده. يعني لو حصلت هي عملت ايه عشان يضربها؟ مش كده؟ يعني ينفع انت حد يضربك الضربه دي؟ لا طبعا. لا. انا لو مطرحها كنت جبته بالشبشب كده وقطعته. يعني ممكن الستات كلهم يتجمعوا ليه بالشبشب؟ الله بالشبشب. ايوه. يعني اهم حاجه ان الانسان هات بالبلاد طبعا على دي الشبشب. ايوه طبعا. وانت بس حضرتك عارف جدا. ايوه صح صح. في ميدان عام ونتلم عليه كلنا نموته بالشبشب. بالشبشب 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 بالشبشب. هو كل الاخوانجيه كل ساعه ولا انا مؤيد الاخوان، كل الاخوانجيه كل واحد لما يكلمه يقول لك انا مش من الاخوان. لا انا مش من الاخوان. لا مش خوف طبعا، ولا الاخوان فصيل. لا طبعا احنا، بس انا مش من الاخوان، بس اللي انا عايزه الاخوان فصيلي معروف. ماشي، بس انا لو انا بنتمي للاخوان هقول لك انا بنتمي للاخوان. انما احنا بنقول ان الصبر من عشان على مصر. الاخوان هناك تعالى انا عاوز كل الاخوان، انا عايز اسجل معاهم حبايبي جدا. انت عارف احيانا في اخوان واخوان، فهو ده من الاخوان اللي مش اخوان صغيره. انت من الاخوان صغيره. انت من الاخوان اللي تعالى جنبنا هنا اهو. قول بقى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسم حضرتك ايه؟ صبري محمود. انت صبري؟ اهلا وسهلا. قول له بقى صبري عاوز ايه؟ اسمح لي. رئيس مرسي انسان محترم وكويس جدا. تمام. بس بكل اسف يبعد عن الاخوان. يبعد عن المرشد. تمام. والاستاذ خيرت الشاطر خيرت الشاطر. يغير الوزاره ويغير الناس اللي هم حطوهم في كل الشركات. والوزراء يجيبوا وزاره اختلافيه. يجيب وزاره اختلافيه. تختلف مع بعضها. ايوه. على العموم احنا بقى نسال المدام بعد اذنك. خليك معايا. انت اسمك ايه؟ صبري محمود. برضه؟ ده خليك معايا. احنا عاوزين بقى رايك انت ايه في اللي بيحصل. مالكيش دعوه بجوزك بقى. احنا عايزين نعمل اختلافي. لا انا متفقه معاك. مع جوزك؟ وحضرتك؟ كذلك برضه. مع اخوكي؟ ربنا يوفقكم. بس احنا مش اخوان برضه. لا انت مش انت وهي اخوان. انت واختك. انت اخوتك اخوان في المنايفه بس. وليس ومراتك اكيد لا اخوان تانية. لا اخوان. هل الشبشب ممكن يموته؟ لا والشبشب يعلموا الادب. الشبشب يعلموا الادب. يعلموا الادب. الشبشب يعلموا الادب. بس انتوا لو شفتوه هتضربوه. ده هيتضرب ويطلع عينه وعينه. هتضربوه بالشبشب. ايوه طبعا. طب قولي لي بقى كده. طفله كده شعره دي شعريه شعرايه. ايه ده شعر؟ يا سيدي والله. والله دقنه بقى. دقنه وشعره واللي هو عايزه وتظبطيه.
بالشبشب والله العظيم. وانت هتظبطيه بالشبشب؟ ده اكيد بالشبشب. هتفلوا كرش على شعراوي يا سيدي. طب قولي لنا بقى ما حدش قولي لي بقى شبشب تشبشبنابه وشبشب ما تشبشبنابوش. لا ما تشبشبناهوش لسه. قولي لي كده يا ام احمد. لا ما اعرفش اقولها دي. قولي شبشب تشبشبنابه وشبشب ما تشبشبنابوش. لا ما اعرفش اقولها. البلد هتصلح امتى؟ بالله عليك لو انت قلتي شبشب تشبشبنابه هتتصلح يا شيخ. امال؟ لا مش هعرف قولي شبشب. لا يبقى انت مش عايزه تصلح. شبشب شبشبناهم ايه يعني؟ شبشب تشبشبنابه وشبشب ما تشبشبنابوش. قولي كده. قولي لو انت عارف. لو قلتي ما تشبشبنابوش هيتعب. انت اللي بتتلخبط مش احنا. ما انا بتلخبط عشان حتى تقولي حاجه. ما اعرفش. لا اقولها لك بقى صح. شبشب تشبشبنابه وشبشب ما تشبشبنابوش. قوليها كده. شبشب شبشب شبشب. انت رغم ان انت مش اخواني وانا يعني اوعى حد ياثر عليك ولا يضغط عليك ويقول لك ان الناس دولت ممكن يبقوا فاشلين ولا كدابين ولا عجزه ولا اي حاجه. لا اوعى. عيب جدا تقول على الاخوان كده. عيب. المفروض ان انت تكون فهمت كده لوحدك. تمام. صح ولا انا غلطان؟ لا كلام مظبوط. لو انا بنتمي للاخوان هقول لك انا بنتمي للاخوان. اوعى. لا طبعا. اوعى. عيب جدا تقول على الاخوان كده. عيب. ممكن بقى تقولي لي انت بقى خوخه تخوخبنا بها وخوخه ما تخوخبناش بيها؟ لا مش ممكن اقول. ما عندكيش خوخ ولا ايه؟ لا. ما دام ما بتحبش الخوخ؟ لا ما بتحبوش خالص. طب بتحبي ايه؟ متخوخه وخل ما بتبقاش طب قولي انت خوخه تخوخبنا بها وخوخه ما تخوخبناش بيها؟ طب هو انا واحد اخواني يرضى يقول كده؟ طبعا. طبعا. لا انت اخواني يعني. شوف بقى يبقى انت ترجع على الله يعني. ايوه بقى. يا رجاله اعترف. بص اعترف. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. ايوه قولها كده. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. التفاحنابه لا التفاحنابه. التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. ما التفاحنابوش. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. قولها بسرعه. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. مظبوط كده؟ لا طبعا. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. تفاح التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. ايه لا مظبوط كده؟ يبقى انت هتفاحوني ولا ايه التفاح ده؟ لا والله لا. تفاح التفاحنابه وتفاحنابه. لا التفاحنابه وتفاح ما التفاحنابوش. يبقى انت هتفاحوني ولا ايه التفاح ده؟ لا والله لا. كل سنه وانت طيب. طيب قول لي بتحسن عليه. هل ده يجي انت لما تقعد تشوف واحده كده تقول لا انا ما اطلعلكيش. قولها كده. انا ما اطلعلكيش. لا انا ما اطلعلكيش. انا ما اطلعلكيش. فين انا ما اطلعلكيش. انا ما اطلعلكيش. فين دي؟ فين الحماسه؟ مش عارف. فين الحماسه بتاعتك؟ قولها. انا ما طلعتكيش يا راجل انا مقطوع بقالي ساعه. يلا اتكلم. قول. انا مقطوع دي ساعه. انا مقطوع انا اللي مقطوع. بقول انت. مقطوع دي ساعه في الشمس. صح كده. انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعتلكيش. ايه كيس دي؟ ايه دي؟ ايه فيس؟ مش عارف والله. بس انتوا الحاجه بالنسبه لساعه ليها صح؟ نعم. انتوا بالنسبه لحاجه العطر يرجعوا لحاجه كبيره. تعالي بسرعه ولا العيله واضحه. هل ده ممكن ينعطر بالنسبه للناس ثاني؟ والله كتير. ده ممكن ولا لا؟ مش لا ممكن كل حاجه تحصل. وانت بنسال حاجه هتعمل بيها ان شاء الله كده باذن الله. ليه بنسال على عطر ولا ايه؟ انت بنسال على عطر ولا ايه؟ ارد اقول لك ايه؟ هي المشكله يا عماد بجد ولا احنا اللي عاوزين نتكلم فيه ان احنا لما انتخبنا الرئيس بس. نعم. وانا مع الرئيس بس احنا ما نعرفش ان لا في مكتب. احنا ما بنتكلمش عن الاخوان ولا الرئيس يبعد حضرتك. لو تكرمت. المشكله في ايه؟ في حشاكيله. يبعد من الشله اللي جنبه دي. ايه اللي مشغلاه؟ اللي هي الحشاكيل. الرئيس يطلع بقرار ويلغيه ثاني يوم. مرة واثنين وثلاثة وعشرة. هو بيجربنا بس. بيجربنا بيضحك علينا. لا بيجربنا نشوف احنا هو مش عارف بيعمل ايه. لا عيب. انا اسمي صبري محمود. لا عيب يا صبري. لا ماشي. لا هو مش عارف يعمل ايه. لا الرئيس بتاعنا ولا هو رئيس الوزراء. لا خلينا واقعيين. لا رئيس الوزراء مش عارف بيعمل ايه صحيح. رئيس الوزراء مش عارف يعمل ايه. هو الرئيس. لا الرئيس مش عارف رئيس الوزراء بيعمل ايه. انت الرئيس. تفرق. انا معاك كلهم. لا رئيس بتاعنا مش عارف رئيس الوزراء بيعمل ايه. الوزراء اللي حصلت دي. ايه دول؟ ايه عندهم ايه؟ فهموا ايه؟ مين اللي اتغيروا؟ كام واحد اللي غيروا؟ ايه اللي غيروا؟ الوزاره الجديده. مين اللي غير فين؟ مين اللي غير فين؟ رئيس الوزراء والرئيس. انت غيرت ايه؟ انا ما غيرش حد ولا عايز حد منهم ولا حد فيهم يبقى ايه. انت قبل ما تيجي غيرت ولا لا؟ غيرت طبعا. غيرت زيت ولا ايه؟ ولا ما عادش فيه زيت؟
كل سنه وانتم طيبين طيب يا وربنا باشا، يكرمك. متشكرين يا متشكرين عماد. يا باشا، شكرا. يلا ده حلو. يلا ايه بقى، تعالى انا وانت بقى. انا سعيد اني شفتك. تعالى انت. والله. حكايتك ايه انت؟ انا حكايتي ايه؟ قول لي بقى مش بعد ما مرتاح مشي. البلد، زعلان على بعد البلد. الراجل الاخواني ما مشي. اخواني قول بقى اللي انت حاسس هو براحتك. اخواني قول اللي انت براحتك. والاخوان كلهم. بس استنى بقى ما يمشي بس. لا ما بخافش، انا اخاف من ايه؟ ايه انا اخاف من ايه؟ ايه الاخوان كلهم مالهم؟ عايزين يمتلكوا البلد، عاوزين ايه؟ او عايزين يبيعوا البلد. تقول ايه للرئيس بصراحه؟ وبيبيعوها. اقول له ابعد عن الاخوان وخلي ليك كده وضعك كرئيس لل 90 مليون. ايوه بس هو خد قراراتك بنفسك. ايوه بس الرئيس ولا من قال لك ان الارشاد انا افتخر ان انا اكون من الاخوان. ولا من الخاطر. ها؟ مين؟ هو ياخد مين خاطر قرارات. ده؟ مين خاطر ده؟ اسمه ايه؟ اسلام الشاطر. اسلام الشاطر. ايوه اسلام الشاطر. اسلام الشاطر. ما تاخدش يا ريس بس رايك كده. من اسلام الشاطر. ده لعيب كوره الله يخرب عقلك. ده لعيب كوره. الثاني خيرت الشاطر. ايوه اسف، خيرت الشاطر واسلام الشاطر برضه. لا زي بعض. خيرت الشاطر. ايوه ها؟ ايوه خيرت الشاطر. يبعد عنه الناس دي. ايوه هيبقى كويس الراجل ده. انت حاسس ان انت كتكوين ليبرالي مع شورى فيها تكوين ناس دي؟ ايه؟ ناس هنا يعني ده في الليبراليه واللي بيحصل بقى في الشارع ده، هل ده يؤدي؟ مش مؤيد. مش مؤيد. هل ده لان كل دوت اجتهاد فردي. اجتهاد فردي. هل ده يزقلب؟ ايه؟ يزقلب يعني ايه يزقلب؟ اللي هي يعني يجيب نتيجه. ايوه النتيجه مش هتيجي الا من كلنا ايد واحده، ان الله مع يد الجماعه. طب ما مش الحمد لله كل شيء سولار مش موجود والزباله كتير. ده كويس قوي. وعايشين عيشه احنا الحمد لله يعني هننهب يعني معنا الحمد لله. قول بابا جاب لي حصانه مشكحبه. بابا جاب لي حصانه ايه؟ بابا جاب لي حصانه مشكحبه. اذا ما تمشكحبه اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكح؟ اذا ما تمشكحش وعاوزك تتقالط والنبي ربنا يخليك. صبري ولا لا مش عارف. بابا جاب لي حصانات. لا مش عارف. لا هزعل منك. لا مش عارف. مش هذيع لو انت حر لازم تقول دي. لا براحتك. بابا جاب لي حصانه ولازم تعمل كده. بابا جاب لي حصانه واحده بس واحده. بابا جاب لي حصانه اتمشكحبه. اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكح؟ اذا ما تمشكحش شوف يلا. طب هو دلوقتي بيقول لك انا هحمي مقررات الحريه والعداله، هتحميها من مين؟ انا عايز افهم. طب يبقى في عصابات، قول لنا في عصابه احنا مسكناها اسمها كذا. هاتها لي كده على التلفزيون، احنا بنسمع مسكوا وعملوا وبيحرقوا. طب مين هم؟ هي البلاك يمكن يكون مفتعله. مش جايز البلاك بلوك بلوك لمين؟ لا هو اكيد دي حاجات مفتعله. مين اللي بيعملها؟ البلاك بلوك مش كان زمان كانوا لما عايزين يصيروا عايزين في قضيه يشغلوا الشعب عنها. كانوا بيعملوا هنا مشكله عشان الناس كلها تفكر فيها والاخبار والتلفزيون. وفي شيء تاني البلاك بلوك بقى يقعدوا. مين هو البلاك لوك؟ عشان يلوكلوكوا. ما هو اللوك ده على دماغنا. ما احنا بنتاخر ما بنتقدمش. انت لو مشيت ورا الليبرالي هيجيب لك ضغط وسكر صح؟ اكيد. ولو مشيت ورا الاخواني هتعب. لا هيجيب لك زيت وسكر. وانا ولا عايز ده ولا عايز ده. يعني انت لو غنيت بطار النهضه او النهضه تقول ايه؟ بشكل ارتجالي كده. نقول لهم بجد ارحمونا. طب هتقول ايه بقى؟ طائر النهضه. ارحمونا كفاية كده، ارحمونا بجد، محدش قال بلد دي كويس. يا قليلة البخت في ولادك يا مصر. قول. يا قليلة البخت في ولادك يا مصر. الله. يا قليلة البخت في ولادك يا مصر. أنا حزين بجد على أمي وأبويا، وأنا حزين كمان. كمان يا أستاذ. والله أنا حزين أكتر منك. وأنا كمان. بس مش عارف أعمل إيه. بس والله يعني. وحد عليك دعوة. هتدعي. اشتغل. إن شاء الله يجيلك داء النهضة يا رب. يجيلك نهضة ما تقوم منها. امين يا رب. قول. يجيلك نهضة.